كتير مننا أما نقول هايكنج في مصر يجي في بالهم سانت كاترين، لكن النهاردة بقى هحكي لكم على هايكنج عملته في جبل مفيش ناس كتير تسمع عنه. الهايكنج ده كان في جبل الأنبا أنطونيوس. طلعنا الجبل اللي مكون من 1420 سلمة، والهايكنج هناك يعتبر سهل نتيجة وجود السلالم الممهدة، وكمان لأن معمول استراحات على طول الجبل. أما بتوصل فوق بتلاقي الفيو الوهمي ده. كمان بتدخل المغارة اللي كان عايش فيها الأنبا أنطونيوس في القرن الرابع الميلادي. الأنبا أنطونيوس هو قديس مصري ومؤسس الرهبنة في المسيحية على مستوى العالم، وبسببه كل كنائس العالم خدت فكرة الرهبنة من الكنيسة المصرية، واللي فيها بينقطع الإنسان عن العالم ويتفرغ لعبادة الله فقط. جبل الأنبا أنطونيوس موجود في دير الأنبا أنطونيوس بالبحر الأحمر، تحديداً بالقرب من منطقة الجلالة، وبيزوروا مصريين وسياح كتير على مدار السنة، لكن أحسن وقت لزيارة الجبل هو وقت الشتاء.